أعزائي المشاهدين، نرحب بكم أجمل ترحيب، وهذه حلقة جديدة من برنامجنا هذا مع صباح جوهر. في هذه الحلقة هي حلقة مميزة. معنا في الاستوديو نجم من نجوم الغناء العراقي الذي أحببتموه كلكم بالتأكيد. غنى الكثير من الأغنيات الجميلة الشبابية، وهو ما زال شابا نجما في سماء الأغنية العراقية. وكلكم أعتقد تتذكرون أغنية تايب إيش رجعني عليك. معنا في الاستوديو الفنان النجم محمد الرحال. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك حبيبي. أستاذ محمد، طبعا احنا سعداء جدا بوجودك معنا في الاستوديو وبرنامجنا هذا مع صباح جوهر، وان شاء الله راح يستمتعون المشاهدين ويانا بهذه الحلقة. أنا أشكرك حبيبي قلبي أستاذ صباح، وشكر وتقديري لك وللبرنامج اللي اتاح لنا هاي الفرصة أن نلتقي بجمهورنا بعد غياب طويل. تعرف حضرتك. الله يخليك، الله يسلمك محمد، الله يخليك. محمد الرحال، طبعا هذا الاسم احنا سمعنا به قبل يعني ما حضرتك تكون بالتلفزيون. سمعنا بالحفلات انه اكو هناك فنان شاب يغني اسمه محمد الرحال، فنريد نقول انه قبل ظهورك بالتلفزيون او عن طريق الكاسيت، في اي سنة انت غنيت؟ والله حقيقة أنا كانت بداياتي مثل ما ذكرت حضرتك أنه في الحفلات، أكثر الحفلات الشعبية. نعم. في سنة 88. نعم. أنا طبعا هي موهبة رب العالمين، تعرف هي من الطفولة، بس كفنان واسم محمد الرحال في سنة 88 في الحفلات الشعبية. وكنت في وقتها أغني في جزيرة بغداد السياحية بداياتنا أنا وعلي العيساوي، بحيث قبل ما نظهر بكاسيتات وهاي. نعم. فتعرف حضرتك بجزيرة بغداد السياحية والحفلات الشعبية قاموا يسمعون بسمعنا، واحنا بعدنا ما مسجلين او مصورين، لان تعرف كان في وقتها امور التسجيل والتصوير جدا غالية، بحيث احنا لان كانت يعني امورنا يعني صعبة بشكل في ذاك الوقت. انا واخوي الفنان علي العيساوي، تحياتنا له. طبعا تحياتنا لحبيبنا علي العيساوي من محطتكم الغالية. فهي هاي بداياتي كانت في 88 من خلال الحفلات الشعبية وجزيرة بغداد السياحية والحبانية. بداية تعرف أي فنان أنه الحفلات الشعبية أكثر شيء. نعم. نتذكر محمد الرحال كان يلبس قاط أبيض دائما. هاي بالأغنية مال تايب. مو بس التايب، يمكن حتى بحفلاتك كنت مميز باللبس. فنريد محمد نحكي على هذا الموضوع. دائما المطرب يعني شلون ما تقول تصير عنده الألوان مميزة، يعني لو يلبس وردي أو أحمر أو نعم. أبيض أو فشنو هذا الاختيار يعني للتميز عن الناس. هو أكيد الفنان لازم يكون مميز مع اعتزاز واحترامي، من تعرف من يعني من أسفل، يعني اللي آسف سوري، يعني من الحذاء إلى أن نعم. نعم. الأناقة جدا مطلوبة. تعرف للفنان حضرتك طبعاً. للفنان أكيد. فدا تشوف احنا انه الفنانين يعني ما شاء الله علينا، انه بدنا نحصلهم بالحفلات نروح نذبن على الملابس تكرم وعلى صحيح. الهندام. الأناقة مهمة، الأناقة جدا للفنان. مهمة أكيد. نعم. وهاي الألوان الصارخة هي تجذب انتباه الجمهور بصراحة. يعني أنا متأكد أكو الإنسان العادي ما راح يلبس هيك لون، يقول خاف على مود المعجبات وهاي المعجبات هي أحد الأسباب بصراحة لازم. بس يعني اللون تعرف يعني مثل ما ذكرت لحضرتك، أكو أنا متأكد أنه اكو انسان عادي يقول انا ما البس هاي الستره لو يعطوني كذا مبلغ. صح صح. بينما الفنان يلبسها وكلش عادي عنده. الفنان لازم يكون مميز. نعم. وهاي الالوان الصارخه لازم يلبسها الفنان، مو لازم يعني، بس لانه ما حد راح يعيبه، ما حد راح يقول لابس لون احمر او اخضر او اصفر الى اخره. صحيح. محمد، زين اول اغنيه سجلتها بالاذاعه والتلفزيون، نعم. وصورتها طلعت يعني ظهرت للناس، اي اغنيه كانت؟ اول اغنيه في كانت اي سنه؟ اسمها ابو شامه حبيبي في سنه ال91. بال91. من ال91. قبلها كان اكو عمل اسمه اصيح الويل يا ويله، اصيح الويل الويل. ما رحت وياه. اعتقد هي هاي كانت الاغنيه كانت الاولى. كلام من، الحان من؟
أصيح الويل يا ويلا، كلمات الشاعر عادل محسن. شوف لحد الآن، شوف لين قديمة. أي. يعني حتى ما حضرني وأنا آسف، تحياتي للأستاذ عادل محسن. تحياتنا له شاعر. وكانت ألحان الملحن المبدع صباح القريشي. صباح القريشي حلوة، من الأغاني الجميلة كانت. هاي كانت أول أغنية، أي قبل ظهور تي في الشباب في ذلك الوقت. نعم. بس الأغنية اللي انعرفت للعالم كأول أغنية، أي اللي تعتبرها هويتك، ردت أسألك. لا هويتي أنا أعتبر تايب إيش رجعني عليك، هي هويتك بصراحة، هي هويتي. بس قبل تايب أنا كنت مسجل ومصور أغنية أبو شامة حبيبي. نعم. فأنت حضرتك سألتني على أول أغنية. يا أبو شامة حبيبي. بالضبط. صح تجيني كل يوم وتمر علي، ويل ويلي ويلا، بس ضحكتك وياي مو الأولية، ويل ويلي ويلا، بين على الراشي أبي يا أبو شامة حبيبي. هاي كانت الأغنية في ذاك الوقت. حلوة حلوة. زين محمد، اكو تشابه ما بين صوتك وصوت علي العيساوي. يعني في وقتها الناس قاموا يقولون انه ما اعرف، يعني حضرتك تقلد العيساوي والعيساوي يقلدك، يعني اكو هيك موضوع ولا؟ طبعا انا مع اعتزازي واحترامي لاخوي الفنان علي العيساوي، بس لا هو قلدني ولا انا قلدته. مو اكو تشابه قوي حسيت بيه؟ تشابه فقط انه احنا نغني في نفس التون. تعرف حضرتك انت موسيقي وفنان. صح. تعرف صح. احنا نغني طبقة الجواب. نعم. فهاي طبقة السبرانو بالضبط. نعم. فهاي طبقة لما اغنيها اني ويغنيها علي، يعني هاي تعرف النعومة الصوت والكذا، فالناس اكو تقارب بيني انا والصوت علي العيساوي. بس ما شاء الله تميزتوا بعدين محمد الرحال. اكيد صار له خاط ولون إلى لونه الخاص، واستاذ علي الى لونه الخاص، واتمنى له كل الموفقيه يا حبيبنا واخونا. نعم. بس احنا مال التقليد ما صار هذا الشيء. نعم. يعني كل من الى لونه. بعدين تعرف لما تعرفت بالفنان علي صابر، يعني انه ابتعدت، حتى ابعدني الرجل وهو صاحب الفضل علي بعد رب العالمين، انه بعدني على السبرانو نهائيا. نعم. يعني اختار لي لون خاص به، لون خاص بمحمد الرحال. نعم. أعزائي المشاهدين، راح نروح فاصل قصير ونشوف أغنية ونرجع وياكم، ابقوا ويانا. تجيني كل يوم وتمر علي، ويل ويل ويلا، بس ضحكتك وياي مو الأولية، ويل ويل ويلا، صح تجيني كل يوم وتمر علي، ويل ويلا، بس ضحكتك وياي مو الأولية، ويل ويلا، منو اللي منسيك حبي؟ والله ودمع على بالي، ويل ويل ويلا، وانا من اول يوم شفتك يا غالي، ويل ويل ويلا، انا تمنيتك نصيبي، انا تمنيتك نصيبي. عدنا لكم أعزائي المشاهدين مع نجمنا المحبوب محمد الرحال، ونرحب بك وفرحانين بك اليوم. أشكرك حبيبي. الله يخليك. غالي أخوي.
محمد، تاي بش رجعني عليك، هذه الأغنية اللي انتشرت انتشار واسع وبقت بأذهان كل الناس ما شاء الله، أغنية حلوة وجميلة. قلت لي كلمات من؟ الشاعر عدنان هادي والحان علي علي صابر. صابر. هل هذه هي قصة حقيقية؟ بالحقيقة هي يعني تمسك واقعك شيء؟ لا، هم كثير من الناس قالوا هاي قصة حقيقية مرة يعني أنت بمحمد مغنية الرحال بإحساس عالي جدا. صحيح. أي. الأغنية غنيتها أستاذ العزيز، يعني مو من قصة حقيقية حقيقة. يجوز أغنية كتبها الشاعر المتألق عدنان هادي ولحنها علي صابر، بس وصلت القلب يا أستاذ الصباح يعني. نعم. أغنية جميلة وتستاهل أنه واحد يغنيها من قلبه. وتعرف علي صابر بيت الشغلة يعني بالألحان المبدعة. تحياتنا إله، فنان كبير وملحن، فهي مو ما من شاء قصة الله عليه. حقيقية، بس بالإخراج خاطر مصداقية واحد يكون قدامكم يعني. بالكلمات لا، مو من قصة حقيقية، بس بالإخراج لا، أنا أعترف لك أنه إخراج ما شاء الله إخراج جاسم حنون يعني. جاسم حنون تحياتنا إله. قصة حقيقية. نقدر نسمع شوية منها؟ إيه أكيد، ولو تكلفك هاي شيء. حاضرين حبيب قلبي. أني ياما شفت منك وبس أريد أبتعد عنك، شلون هسه أغلط وأجيك مو تايب تايب، شرجعني عليك. شلون أنسى شلون أجيك، أني ياما شفت منك وبس أريد أبتعد عنك، شلون هسه أغلط وأجيك مو تايب. الله 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 الله، يسلم الصوت الحلو. محمد، مع من تتعامل من الشعراء والملحنين، ومن يختار لك أغنياتك؟ والله حقيقة أنا تعاملت مع كثير من شعرائنا الغاليين، تقريبا النسبة العظمى يعني 90% أنا متعامل وياهم. أكثر واحد ترتاح له يعني، تحس بأنه هو بس يعني شلون نقول، المقربين من عندي كانوا يعني اللي يعني كنا نلتقي في مكتبي نقعد وهاي أكثر شيء الشعراء. الشاعر الأستاذ الكبير عادل محسن، نعم. تحياتي إليه. تحياتنا إليه. والشاعر الكبير الأستاذ عدنان هادي، تحياتنا إليه. تحياتنا إليه ومشتاقين له هواية يعني. والله غايب عن عادل محسن أبو نور أخوتنا. وأكيد الأساتذة ضياء الميالي وصباح الهلالي. نعم. بعد خاطر لا يزعلون من عندنا، بدي أتذكر بعد منو هواية هم يعني الشعراء ما شاء الله يعني شعرائنا بالعراق. بس اللي أكثر اللي احتكيت بهم هم هاي الأسماء اللي ذكرتها لحضرتك. الشاعر عاقل الربيعي أيضا الله. اللي كتب قلبك ثلج وقليبي من نار من تحكي يا غير الشام ما غار. حلو. هم تحياتنا إليه. والشاعر علي الفريداوي أخونا وحبيبنا، وهسه اكو أعمال جديدة. عندي عمل من ألحان الملحن المتألق والفنان المتألق ماهر أحمد. نعم. كلام علي الفريداوي. نعم. زين محمد، بالنسبة لاختيار الأغاني، أكو مجموعة جروب وياك كانوا تقعدون وتختارون، وهذا لو يبقى القرار لك يعني بالاختيار؟ أنا حقيقة لما أخذ العمل ما دا أخذ كلام، تاخذه جاهز تسمعه. يعني أنا مثلا لما أريد عمل يعني أتصل بعلي صابر أو نصرة البدر أو إلى آخره من إخواننا الملحنين، يعني هم اللي يسمعوني، يعني يسمعوني العمل جاهز، عدة أعمال يسمعوني أقول له هذا يعني أبد ما أخذت عمل لا كلام ما وحده؟ كلام فقط وحده وودي الملحن لا. ما حاولت إنه تلحن أنت فد يوم إن أعمالك، أو تحاول إنه يعني محاولة تلحين؟ لا والله، بس مرات شلون نقول أضيف شغلات. مثلا الملحنين تعرف إحنا المحتكين بهم كلهم أصدقائنا وكذا. نعم. هيك نعم. فأقول له يا ريت مثلا أنت مخليها فلان مقام، يا ريت تحول لفلان شيء. فيعتبر يقول هذا رأيك صحيح، ياخذ بيه وكذا وهيك شيء. صح.
محمد، غنيت عيني يا ابو عيون السود، هل تاثرت بداخل حسن؟ وما هو حبك للاغاني القديمه الفلكلورنا الحلو؟ والله الفلكلور يعني انت تذكر اغانينا القديمه وخاصه الراحل داخل حسن، يعني كنت اني حيل متاثر به، هو الفنانين البقيه الموجودين ايام حضير ابو عزيز. نعم. اما اختياري لعيون السود، عيني يا ابو عيون السود، حتى يمكن شفت حضرتك انه اني وتحياتي لاخوي الفنان صلاح حسن. نعم، لان تحياتنا بوقتها له. هو هم احنا غناها. اثنين أي. غنيناها وصورناها. أي. فهو عتب علي، واخوه استاذي وحبيبي واخوي، تحياتنا له من خلالكم. تحياتنا له. بس انا بصراحه ما قصدت، يعني انا اغنيه من التراثيه لداخل حسن. نعم. يعني اخوي صلاح حسن كتبها انه الحان اخوه احمد حسن، وهاي وهي وهي معروفه بصراحه يعني من اغنيه الفلكلور لداخل العراقي، حسن. مع اعتزازي واحترامي لاختياره. اما انا حتى بالتصوير لما صورتها انا واخوي الشاعر عادل محسن ابو نور، تحياتنا له. يعني اذا انتبهت بالتصوير خلينا انه لقطه صح. الفنان الراحل داخل أي، حسن داخل هو حسن. يغني، يلا دخلت انا بالاغنيه. لا، هي الاغنيه معروفه، وهي اغنيه معروفة قديمه، يعني. والفنان واحنا الكبير كتبنا داخل حسن. بالتايتل انه من الفلكلور العراقي. هذا اللي صار. نعم. محمد، الأغنية السبعينية والستينية برأيك لو وضعناها في كف، يعني ووضعنا أغنية اليوم في كف ثاني، فأي اكيد يعني الكفه الاخرى اللي هي للطب الستينيه يعني. والسبعينيه اكيد. ويرجع هذا طبعا، يعني برأيك ماكو أغاني قوية اليوم؟ يعني مع اعتزاز واحترامي اكو، بس رغم احنا نتذكر وجود الملحنين الشباب. بالضبط اكو اغاني ودا تفرض نفسها حاليا. نعم. واكو مطربين وهاي. بس في ذلك الوقت اذا تتذكر يعني اغنيه السبعينيه اللي لحد الان شرف ان يعني انه بدنا نغنيها ودي يطلبوها بالحفلات، يعني مو نعم. يعني انه للفنان ياس خضر او الفنان يعني شنو حسين الأغاني نعمة اللي تغنيها وهاي. بالحفلات هسه المطلوبة كثير يعني من والله القديم؟ الاغاني التراثيه يعني احنا كل يعني أغلبها. الاغاني السبعينيه، الاغاني التراثيه لحد الان مطلوبه في كل مكان. نعم. ولحد الان واحنا هسه حاليا في كردستان العراق، يعني حتى اخواننا الاكراد يطلبون يحبون هاي الاغاني. نعم. الاغاني الستينيه والسبعينيه. اما حضرتك تقول الاغنيه الحاليه، لا اكو فنانين يعني بصراحه، اكو اغنيه جميله. نعم. وصوت جميل وكلام جميل. بس مع اعتزازي واحترامي في ذلك الوقت كانت اكو رقابه، يعني يمكن استاذ ياس خضر واستاذ حسين نعمة عانوا وما عانوا، يلا وصلوا الاذاعه والتلفزيون يلا غنوا، لان اكو لجان. اما هسه مع اعتزازي واحترامي، يعني نتذكر احنا هم جينا التسعينات، هم عانينا ما عانينا وتعبنا، يعني نقابه الفنانين تذكر يعني انت الصباح حتى احد اصدقائي صح. يعني عانينا يلا طونا هويه الفنانين. صح. وعانينا ما عانينا لما نسجل العمل، عمل واحد يعني يكلفنا وكذا وكذا، واحنا ولجان واختبارات يعني حفرنا بالحجر، يلا مو صحيح. وتفشل مره ومرتين، ومرتين يلا ورجع انه مرتين الاخرى وتروح لازم سنه وترجع. يقول لك الا مطرب معتمد في ذلك الوقت. صح. وتتذكر حضرتك. صح. اما هسه مع اعتزازي واحترامي لا اكو لجان ولا هاي، يعني مع اعتزازي واحترامي اللي فيه فنانين شباب اظهروا لا والله اغاني حلوه، بس يعني مع اعتزازي عندي والدتي عندها المنخل، لما تعرف هاي المنخل. أي. انا متاكد اذا غربلنا يعني هؤلاء الفنانين اللي طلعوا بهاي راح يطلع 10% من عندهم. صح. اللي عندهم الكلام يعني الحلو. هسه اللي موجودين بالساحه اكيد 10% فقط. ولو اكو لجان، نعم. لو اكو هاي الحكي، لو في اكو لجان، نعم. لجان تقيم الصوت، تعال انت تغني اي مقام، وحتى اكو ثقافه موسيقيه عندك اكو انت فيديو كليبات تطلع يعني حتى تصويرها مختلف، يعني أكيد هو أكيد. يعني هو دا يغني على غير موضوع او إيه. السيناريو تشوفه. هاي الحاله، في حاله استاذ صباح هاي تعود على المخرج، يعني راح يتأنى بها، يعني يقول له عندك كلام اوديو كذا، ليش تبتعد عن هذا الموضوع؟ بس احنا موضوعنا اللي ذكرته حضرتك انه الكم الهائل اللي يصير هسه يعني المطربين وبسهوله. يعني صباح دا تعرف حضرتك يعني انت هسه اي مطرب، ومع اعتزازي اكو حتى مو مطرب، مجرد عنده فلوس وقال اريد اطلع بالتلفزيون، وصلت هيك يسجل مرحلة. ويصور. يسجل بفلوسه ويصور ويطلع للتلفزيون ويطلع. لا، انا سمعت غير شكل بعد قبل فتره، اكو مطرب يشتري اغاني من غير مطرب بصوت غير مطرب ويصورها هو. هاي صحيحه. واسامي ما اريد اذكر اسامي. لا، ما اذكر اسامي، بس والله العظيم هاي بسوريا انا كنت بيها. يعني شلون راح يطلع وشفتها بحفله بعيني زين هسه يغنيها الملحن فلان، وهو يطلع الولد المطرب اللي اسمه حنفوش الخنهوش ما نطق اسمه، هو بس مجرد يحرك يعني الدوبلاج وهاي.
يعني هذا يعني الكفر بعينه. يعني شوف وين وصلت مرحله استاذ صباح. صحيح. محمد، زين، بالنسبه للاغاني هاي اللي حكينا عليها هاي الفتره، دا نشوف يعني اكو اعمال دا تنزل وتطلع يعني شهر شهرين، وتشوف الاغنيه ورا 3 اشهر يجوز كلش ما تقدر تسمع هاي الاغنيه. شنو السبب؟ يعني الخلل وين؟ هي تنتشر الاغنيه اكيد. يعني هسه هم نريد نذكر اغاني. أيه. انت عرفت شنو قصدي؟ بلي اكيد. يعني بعض الاغاني تنتشر انتشار واسع، أيه. وبتسجيلات وبالاذاعه وبالتلفزيون، وبعدين الاغنيه حتى ما يبثوها المحطات الفضائيه. مو يجوز يعني الصباح يختار فد مفرده طيب. توصل للعالم. هسه اكو مفردات يعني شلون نستعملها احنا بحكينا او مع اعتزازها، حتى اكو مفردات يعني ما تغنى. مستحيل ما تفكر انه راح تغنى. فتذكر عندنا خالف تعرف، صح، قاموا هيك دا يسوون الشعراء او الملحنين، يعني يقول لك خلي يطلع هو ينعرف، مو صحيح، مو مشكله شهر شهرين بس وخليه. هي هاي الشغله يعني صح راح تاخذ حيز بهذا زين. وبعدين يعني مو الناس تريد منك اغنيه ثالثه ورابعه وخامسه، ومو سنه وسنتين. هنا الفقاعه هي لما يقول لك فقاعه يعني تشوف استاذ صباح حتى لحد الان قبل يمكن من نصور ندخل الاستوديو انا وياك كنا نحكي انه احنا الناس هسه مثلا منتظر عمل جديد، يعني بدنا نشتغل بتأني ونخاف. يعني لجأنا يعني مع احتراماتي، رغم انه نلجأ انا وياك الى ملحنين ابطال اللي هم اسمائهم علي صابر، نصرة البدر، علي بدر، مو صحيح؟ يعني هاي الاسماء يعني هو يخاف على اسمه لما يعطيك عمل. يعني عوف انت نجم ومعروف ولك ناسك ولك جمهورك، ويقول لك رغم انه انت نجم هاي انا ما اخاف على اسمي. وفعلا بس استاذ العزيز يعني وصلت مرحله انه يعني بدنا نشتغل بتأني نخاف لما ننزل. يعني انت تقول لي تايب صح وصلتني للعالم والناس حبوها هاي، بس تايب دمرتني اني. ليش دمرتني؟ قمت شو انزل عمل بعد تايب يقول لك الله تايب ايش رجعني عليك. يلا إيه؟ لان دا انزل العمل اللي بعده حتى ذا كلامه حلو، لا والله اغنيه تايب حلوه. فهسه دا اضطر انه اشتغل بتأني بحيث اجيب اغنيه صح. تنزل اقوى من تايب. هيك خلي ببالك. صح. وهاي فد مره انا شفت لقاء لاخوي الفنان كريم منصور، تحياتنا اليه، تحياتنا من خلال برنامجكم، فناننا الكبير. نفس الحكي قالوا له الله بس تعالوا المذيعه طبعا إيه؟ قال له بس تعالوا انا دمرتني. قالت له ليش بس تعالوا؟ قال لها شو انزل بعد بس تعالوا بس تعالوا. يقولوا بس تعالوا. هاي اي صح، تعتبر هويه بصمه. إيه؟ صح، بصمه اي صح، بصمه. فاني دا اقول له لعلي صابر انقذني من هالموقف، انت نجحتني في اغنيه تايب، انطيني اغنيه اعطيني اللي اقوى منها. صحيح، اعطيني اللي اقوى صحيح. منها. محمد، نريد نعرف بطاقتك الشخصيه شويه عن حياتك. لو غير الدولمه هاي شلون شيتني الباتشا بالشتاء، الباتشا رحمه الوالدي لك ايش تذكرنا لازم نروح للحجيه بهالحاله. مو نسوان امهاتنا ما شاء الله، نسوان يعني قبل ما شاء الله بالاكل يعني. بالاكل والله العظيم. هسه مخرجنا فرانك ماكو، أي. هسه يقول ايش يسوون. هسه ذكرناه بالاكلات العراقيه. اكيد اكلنا العراقي هذا المحبوب باي دوله عربيه. تذكر حضرتك انه نتعنى حتى المطاعم بها هذا الاكل، يعني نعم. نتعنى في اي دوله عربيه يا مطعم بنقول اكل عراقي. نعم. محمد، هل هناك مشاركات في مهرجانات او دوليه محليه؟ أنا حقيقة دولية ما شاركت، بس محلية شاركت في مهرجان بابل. نعم. هاي مشاركتي الوحيدة في فقط. أي سنة كانت يمكن؟ في سنة 96. بال 96 من زمان يعني. قديمة اي. محمد قديم أنت أخوي. أنا قديم. حيل عتيج. اي والله من الأولين مثل ما يقول بابا. يلا هسه أعزائي المشاهدين راح نروح فاصل قصير، نشوف أغنية للفنان نجم محمد رحال ونعود وياكم، ابقوا ويانا. حيالتي اقرا هوايلي من عدها نصحوني هلي. حياله تقرا هوايلي من عدها نصحوني هلي. عافت اللي ريدها ظنها غير يفيدها. عافت اللي يريدها ظنها غير يفيدها.
السيد علي. لا 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 حاضت برجيلها لاخذ السيد علي. حيالة تلعب على الوادي، حيالة تلعب على الوادي، يمه ويلي خوف عذبنا، يمه ويلي خوف مرمرنا. أنا يوم ويا علي جدع الفجر مثل قلبي يكون قلبك ينكسر. أنا يوم ويا علي جدع الفجر مثل قلبي يكون قلبك ينكسر. العاش بالحيلة يموت من الفقر، العاش بالحيلة يموت من الفقر. لاحظت برجيلها لاخذ السيد علي. لا 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 حاضت برجيلها لاخذ السيد علي. حيالة تلعب على الوادي، حيالة تلعب على الوادي، يمه ويلي خوف عذبنا، يمه ويلي خوف مرمرنا. توهمت حسبالها الثاني دوا، غمضت وتريد من عند الضوء. توهمت حسبالها الثاني دوا، وغمضت وتريد من عند الضوء. ما درت هي الأصابع مو سوا، ما درت هي الأصابع مو سوا. لاحظت برجيلها لاخذ السيد علي. لا 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 حاضت برجيلها لاخذ السيد علي. حيالة تلعب على الوادي، حيالة تلعب على الوادي، يمه ويلي خوف عذبنا، يمه ويلي خوف مرمرنا. الله لا ينطيك يا الغشيتها، ضايعة متيها الدروب خليتها. الله لا ينطيك يا الغشيتها، ضايعة متيها الدروب خليتها. بيدها الحيالة هجمت بيتها، بيدها الحيالة هجمت بيتها. لاحظت برجيل أعزائي المشاهدين، عدنا لكم وبرنامج مع صباح جوهر ونجمنا المحبوب محمد الرحال. محمد، أريد نعرف، سافرت حضرتك لعدة دول عربية، وأريد نعرف الحفلات اللي قمتها في هذه الدول، يعني شلون كان صداها؟ والله الدول العربية يعني خلي ببالك أستاذ صباح أنه يمكن شفت حضرتك الفن العراقي والفنان العراقي مطلوب في نعم. أي بلد عربي. صح. والأغنية العراقية والموال العراقي والمقام العراقي هاي فارض منتهين نفسه منها طبعا. إيه. فسبحان الله يعني من زمان هذا، يعني من أيام سفير الأغنية سعد جابر. نعم. يعني الفن العراقي فارض نفسه. ناظم الغزالي، أكيد هذا فنان الكبير كاظم الساهر، أكيد كاظم الساهر يعني عانوا حتى يوصلون الأغنية العراقية وما شاء الله عليهم. فهسه الدول العربية يعني بحيث أي دولة عربية، يعني أنا قدام عيني قبل ما أصعد في حفلة أسمع يعني شخص عربي قال في فنان عراقي هنا. نعم. والله العظيم لما قالوا له إيه موجود فنان عراقي دخل. يعني ليش الموال العراقي الأغنية العراقية فارضة نفسها في كافة الدول العربية. صحيح.
والها صداها والها مكانتها، فاكيد عليها اقبال مو طبيعي استاذ صباح. يعني ما شاء الله حفلاتك يعني أكيد. برا مو فقط انا، لاقيت كل يعني الفنانين يلاقون يعني نجاحات. استقبال ونجاحات، اكيد اكيد. الحمد لله الحمد والشكر. لله والشكر. محمد اريد تكون صريح يعني وياي اكثر. انت يعني شخصك يعني تغني على مود الفلوس بس، ولا هناك يعني رسالة تريد توصلها؟ هناك اكو في داخلك فن يعني صحيح. تهتم بالفن اكثر ام لمجرد انه تحصل فلوس؟ انا يعني صباح انت يمكن اعز اصدقاء واخويا قبل ما تكون في الله هذا يسلمك البرنامج. حبيبي محمد. انا الفن هو بدمي صراحة، واحترامي للفن، بس أنا هذا مصدر رزقي. صح. يعني أنا مع اعتزازي واحترامي ما أملك فد مصدر رزق ثاني أو كذا. يعني هو أنا يعني أصبحت يعني مهنتك هاي. مهنتي، إيه أكيد. نعم. ومصدر رزقي أنا وعائلتي. يعني مع اعتزازي واحترامي أنا ما أعرف يعني أنه أشتغل تاكسي أو راح أشتغل مهنة أخرى، مع اعتزازي واحترامي لكل نعم المهن. صحيح. بس أنا يعني فنان محمد راح أقول لك محمد راح قام يشتغل، فأنا هاي مهنتي، فهي نفس مهنتي، هي مصدر رزقي انا وعائلتي. صح. فاحتياجي لا والله مو بس مع اعتزازي بالفن واعتزاز قلت لك الفن بدمي، بس هم على مود الفلوس اعترف. نريد نحكي على موضوع على شباب اليوم يعني. نعم. وتفكيرهم برأيك. هل يسمعون ام كلثوم وعبد الحليم ومثل ما تقول القديم، الاغاني القديمه، ولا يسمعون محمد الرحال وقاسم السلطان وهيثم يوسف اي الاكثر يسمعون؟ ما هو استاذ العزيز في كل وقت الى جيله ولا سميعته مثل ما يقول. صح. بس انت كسؤالك لا والله هسه 10% يعني اكو ناس ذواقه، يعني شباب ذواقين، وهؤلاء معدودين على الاصابع يسمعون. نعم. السيده ام كلثوم وعبد الحليم حافظ. اما النسبه العظمى فيسمعون قاسم السلطان ومحمد الرحال وعقيل موسى الى اخره من الفنانين. نعم. فهي مساله اذواق، بس هو يعني تعرف كل شيء له وقته مثل ما يقول هيك. صح. بس هسه الاكثريه لا يسمعون المطربين الشباب. صح. وبعدين راح يسمعون المطربين الشباب اللي راح يجون بعدنا والى اخره الى اخره الى اخره. يعني محمد نريد نعرف شغله، انه الاغنيه اللي هسه يشتغلون بها الشباب اللي مثلك الحلوين وشبابنا الملحنين والشعراء يعانون ويكتبون يسوون، هاي الاغنيه راح تبقى الى بعد 30 40 سنه؟ يعني بعد 40 سنه راح تكون فلكلور، 50 سنه والله راح تطلع اغاني حلوه ايه. من عندها مثل أكيد. ما هسه احنا بدنا نغني. ايه. تايبين صح. صار كم سنه؟ 30 سنه تايبين. اي والله. تايبين وسلامات وغيرها والناظم الغزالي. صح. فهل راح يغنون اغاني محمد الرحال برأيك؟ والله أنا هذا الشيء يا ريت واتمناه، بس هي هسه اكو في مشكله في ذاك الوقت اللي هو جيل السبعينات كانوا فنانين معدودين على الاصابع. نعم. يعني فلان فلان فلان، فراح تجيهم كلمات من شعراء. تذكر الفطاحل اللي كانوا يكتبون الى حسين نعمه ولا ياس خضر الاغنيه ولا ب6 اشهر. مو صحيح؟ يعني مو مثل ما اعتزاز هسه بالشعراء يكتب له 5 نصوص هاك لحنهم فلان وهاي. هؤلاء شعراء في ذاك الوقت على حكايتك يجوز في 5 اشهر 6 اشهر يلا ينطي له نص واحد، يطلع عمل يطلع مدروسه دراسه كامله من الكلام بالضبط. واللحن حتى الموسيقي من يقعد يوزع. أكيد. ما عنده توزيع الموسيقي. هسه الموزع تروح له يقول لك والله انا بعد اسبوعين 3 ما عندي مجال، عندي 20 اغنيه. هاي صحيح. يعني 20 اغنيه تطلع بهاي الفتره، مو مثل ما اغنيه يقعد براحته ينوط ويكتب. صحيح. حتى جمل بسيطه بس تبقى نشوفها بقت بصمه ولحد الان قاعد نغني احنا بيها. محمد ما شاء الله انت تنكت هوايه وروحك ما منكت لا ما كنت زين ليش صبوت؟ روحك خفيفه وحلوه. الله يخليك. نريد موقف طريف نسمع منك. فد يوم صاير بيك والله يا صبوح ويا اخونا جاسم حنون. يعني تقصد اثناء تصوير انه هوايه؟ براحتك انت براحتك، شنو اللي يحضرك؟ اكو موقفين والله. اي موقف اثناء التصوير اي اللي هي بابو شامه. اي انا لما بالبلم وهاي انا ما اعرف اسبح صراحه. ف انا يعني بس لا مقلوب بالمي. هو هاي اللي خفت منها انا واللي صارت بي، وشوف الضحك وملبسين دشداشه ودشداشه طوفت. هذا موقف. اي الموقف الثاني لا بحفلاتي جاني تدري واحد على مدير اعمال مكتبي كان بشارع فلسطين في وقتها. نعم. فايش كاتب لي مدير اعمال الحفله؟ في المهندسين، نادي المهندسين. نعم. تذكر بالمنصور احنا عندنا نادي المهندسين بس هو باثنين.
نعم اي صح. اكو نقابه المهندسين، واكو المهندسين الزراعيين. نعم. المهم كاتب المهندسين. فعيني صبوحي راحوا الفرقه، قلت لهم تروحوا للمهندسين. وانا جيت جوراكم. اني وانا قاعد اغني، بس دا شفت شيء غريب، الناس تفاجئوا محمد الرحال شنو من جاب، انا دا اغني ما اعرف شنو السالفه، قاعد اغني وين؟ بنقابه المهندسين هالحكي. نعم. تذكر هاي ابن عم العريس، لا يا بلا ابن عم العروسه. هذا طلع. المهم ما طلع السالفه، طلعت اني حفلتي. محمد منو جايبه؟ واحد يسأل محمد الله. منو جايبه؟ إيه، يا بالتأكيد. اهل العريس قالوا لعد اهل العروسه جايبين محمد الرحال، والعروسه جايبين هديه للعريس. ما اطول لك السالفه الا ما احس وأنت ابو الحفله تغني. وانا دا اغني بعدنا بربع الحفله ببدايتها. اجى الموقع عقد وياي على الحفله، قال ايش تسوي انت؟ احنا منتظرينك. قلت له مو هاي المهندسين. قال احنا حفلتنا بالمهندسين الزراعيين. طلعت جاي مجانا، انا اخويا قاعد اغني للجماعه وما ادري. كان قلت لهم اخويا مجانا هديه هديه مال وانا قلت لهم هاي العرس. الربع ساعه في مال لا هديه العرسان، رحت عوضت بالحفله الثانيه. حلو. وش اسمه محمد، اكو ملحنين عندنا ما شاء الله، يعني ملحنين الكبار امثال طالب القرغلي، الله. وايضا لكل جيل ملحنين طبعا. اكيد. اريد اقول لك انه لو كتبنا لك 3 اسماء من الملحنين من كل جيل، يعني طالب القرغلي وسرور ماجد وعلي صابر، المن تختار؟ يعني يعني تروح تقول لي انقذني واريد عمل. صحيح. انا بصراحه مع اعتزازي باساتذتي، صدق اساتذتي واساتذه كل الفنانين، طالب القرغلي استاذنا العزيز، تحياتنا والاستاذ له. سرور ماجد، وتحياتنا لهم من خلالكم. بس انا راح اختار علي صابر، نعم. شنو لان السبب ابن يعني؟ جيلي بصراحه. نعم. يعني ويعرف حتى مساحاتي الصوتيه، حتى من دي يختار لي كذا هيك. يعني مع اعتزازي وحبي الشديد وشرف لي انه اتعامل انه مع الفنان الكبير والملحن الرائد طالب القرغلي او الملحن الكبير سرور ماجد. بس انا يعني اختار علي صابر لان هو ابن جيل ويعرف يعني مساحاتي الصوتيه، يعرف شديد ويعرف كذا وكذا. نعم نعم صحيح. علي صابر، هل هناك اعمال جديده يعني تتعامل وياه؟ اكو شيء جديد ان شاء الله؟ اي والله اكو هسه عمل جديد. احنا هو منطيني من يعني من فتره بعيده، يعني سنه 98 99، بس هسه تم تنفيذه. يعني تحب هسه تشتغله؟ أي تحس انه وقته؟ اكيد. اي هو من كلمات الشاعر صباح الهلالي. نعم. والحان علي صابر. نقدر نسمع منه شيء؟ اي أو ولا حقوق الطبع محفوظه؟ ان شاء الله. صاير ما يعجبك، صاير ما يعجبك كل شي بيه، ولك اني موتت نفسك علي. صاير ما يعجبك كل شي بيه، ولك اني موتت نفسك علي. كانت أمنية عندك ضحكتي، هسه الأيدي ذا تنزل دماتي. أذكرك بالكلام القلته إلي، ولك أني الموتت نفسك علي. الله 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 الله. محمد، ليش اكثر اغنيات اليوم من ايقاع الربع والهيود نحسها؟ يعني كلها ركض. مو هسه الاغنيه الخفيفه بدها تفرض نفسها استاذ صباح، مطلوبه اكثر. مطلوبه اكثر. انت برايك يعني؟ بصراحه هي يعني اكو اغاني سلو تفرض نفسها، بس تمر مرور الكرام. شلون نقول؟ دخل اغنيه ربع او هيوه بيها رقص، وهاي راح تبقى ببالي. السبب شنو محمد؟ يعني اللي انت تغنى بالحفلات هوايه، المطربين يحفظوها، مو؟ اكيد صحيح. يعني انا من اروح حفله، هي حفله مال الزواج، ما راح اقدر اغني لهم تايب، راح ينامون العالم. رغم انه طلبوها والله بعده حفلات مال الاعراس اغنيها. اي بس اللي انا على مود يرقصون يعني عليها. تريد ترقص، انت تريد كذا. فاكو يعني مطربين، وحتى واحد انا منهم يغني الربع او الهيوه. بس بصراحه استاذ يعني تقدر انه يعني انسان هسه ان شاء الله تشوف الاعمال الاخيره هي هيوه بس كلامها حزين. نعم صحيح. بس برايك محمد ما راح تاثر على هاي الفتره؟ يعني هاي الفتره الالفينات. نعم.
يصير ركود بالأغنية أو تدني بمستوى الأغنية، لأن كله هيوة وخفيف وهذا يعني راح يصير يخني، شلون نقول، تكرار. أي تكرار وهي المشكله هذا اللي دي يصير، وهذا يعني المطلوب. قصدي أني هاي الفترة ما راح إيه. تصير فترة قوية مثل ما كانت بالستينات والسبعينات وحتى الثمانينات. أكو صحيح. أغاني حلوة، يعني صحيح. الأغاني حلوة المحمود أنور، أكو صحيح. ناس هسه تغنيها بالحفلات. صحيح. اكو اغاني مقسوم، علي ووحدة كبيرة. جودة والوحيد علي، أكيد. اكو اغاني مهمه وحلوه انه أغاني. يحفظوها ويغنوها حتى صحيح. الفترة رغم انه مو هي ولا ربع. يعني صبرني لحد الان هي الله. باقيه اغنيه سلو مجرد كلام للفنان رياض احمد، مره ومره لرياض احمد، يعني اغاني رغم انه أغاني وحده الثمانينات كبيره وأغاني وكذا حلوة. هيك تتغنى، بس هي هم اذواق يا اخوي صباح. صح. يعني محمد الرحال، رايك بالاسماء التاليه: مهند محسن. الله، طبعا استاذنا واخويا وحبيبي، والتقيت به بسوريا اخر فتره. يعني فنان وملحن مبدع، واتمنى له كل الموفقيه، وتحياتي له من خلالكم. زين، الفنانه دالي. الفنانه دالي اشتغلت وياها اني بعمان، فكانت انسانه طيوبه بالشكل، وهسه ما شاء الله بدأت تظهر نجوميتها، واتمنى لها الموفقيه ان شاء الله والنجوميه الاكثر. محمد السالم. محمد السالم فنان شاب مبتدئ، له مستقبل لو بس يعوف بس باسمي يعني اللي يترك ذني. يعني انا سمعت الاغنيه بداعه لما قال قلب قلب وين كلام حلو، خايف علي يوم وين ما يحضرني الكلام هذا حلو. بعدين بس لما بس باسمي شو تذكرك يعني هاي الاغنيه باغنيه شنو؟ يعني ممكن ما تكون بس للطفل يعني ممكن يعني هي البس احنا نستعملها البزونه. اي اعرف، بس يعني هي سووها وليش مختارها؟ للمداعبه يعني. اي بس اعتقد أنا يعني افضل لو مثل ما قلت قبل شويه مخلي على الكلام. مختاريها خالف تعرف. اي ها بالضبط. اي يعني هي لو ما بس باسمية وكان جزء الاغنيه ما صحيح. اشتهرت اي ولا انعرفت. صحيح. يعني جذب انتباه العالم. بس هو فنان شاب وبعده مقتبل العمر، اتمنى له كل موفقيه ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، راح نشوف هسه نروح الفاصل. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل. ومحمد الرحال، وإحنا سعداء جدا اليوم وياك. الحقيقة استضافينا نجوم كثيرين من أصدقائنا ومحبينا، وأنت واحد من عندهم. أنت العزيز. الله يخليك حبيب قلبي. الله يخليك. محمد، أريد أقول لك المرأة في حياة محمد الرحال. والله المرأة يعني تعرف النصف الثاني، يعني هي الأخت، هي الزوجة، هي الحبيبة، هي الأم. ايش قدمت لها؟ يعني هل هناك أغاني للمرأة؟ والله أنا عندي موضوع الأم صراحة بقيد التنفيذ بعون الله، وتحياتي لوالدتي من خلال برنامجكم الأم العزيزة، تحياتنا لها. كل أم عراقية حقيقة يعني. تحياتنا للكل. بس موضوع المرأة لا، أنا أغني بس موال. نعم. يعني اكو هيك شيء، اكو هيك مشروع موال مغني، وحتى غنوا غير فنانين يعني زعلت عليهم، فدا سجله هسه حاليا راح ينزل بالالبوم الاخير. نقدر نسمع منه؟ حلو، انت اليوم كله تسمع مني. والله 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 انا احب مره، بس مو مره مرمره. والله أنا أحب مرة، بس مو مرة مرمرة. تحاسبني وين رايح وين جاي، قلبت حياتي مرة مرمرة. هي مو حلوة وتقول لي أنا أحلى مرة، ناسي خلتني من دوختي لاسمي أنا ناسي. يوم ويا مسويت لي عرس لمت علي ناسي. تكره أليسا صدق وتغار من نانسي،
نانسي يا عمي مرة تحسبين نفسك مرة والله انا احب مرة بس مو مرة بس مو مرة مرة الله 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 يا محمد، الله يا محمد. ما شاء الله اليوم استمتعنا وياك بهذا الصوت الجميل. أنا أشكرك. ومحمد نريد نسألك عن قبل نهاية البرنامج عن آخر أعمالك، آخر مشاريعك، شنو اللي ببالك؟ والله حقيقة هسه وضعنا اللمسات الأخيرة لثلاث أغاني. أول أغنية هي كلمات من كلمات صباح الهلالي والحان علي صابر. نعم. والثانية هي من كلمات علي الفريداوي والحان الفنان ماهر أحمد. نعم. الله. والثالثة حلو. هي من كلمات ضياء الميالي والحان نصرة البدر. وإن شاء الله يعني هاي بس أدخل صوتي ما شاء الله كلهم نجوم وشباب أكيد أكيد هم أساتذتنا الغاليين وتعبانين عن نفسهم ويعطون أعمال حلوة. نعم. والجمهور يريد الجديد. منو اللي خالي ببالك مثلا هالمره يشتغل لك اخراج تصوير؟ يعني اكو احد اكو ستاف ببالك؟ انا بصراحه ما مخلي اي احد. اكو مخرج تحب تتعامل وياه وما تعاملت وياه؟ لا والله انا كل مخرجين احب اتعامل وياهم، بس هي المشكله هسه اكو في مشكله استاذ العزيز. نعم. انه المحطات الفضائيه انه اغنيه فلان اذا نصور لك اياها اوكي بس تبقى حصريا. نعم. لفلان محطه لمحطتنا فقط. نعم. فاني سويت 3 أغاني. وهذا برايك من صالح الفنان او ضد الفنان؟ والله هو ضده ومن صالحه. من صالح استاذ يعني انه تعرف احنا ايش قد ننطي، يعني تكلفنا الاغنيه $15,000 او $20,000. صح. يعني $20,000 انا اقدر اشتري بها سياره تاكسي تشتغل لاهلي. والدة الحجيه تعطيها مصرف وفلوس. صحيح والله. غير الصراحه لان احنا نفكر كاصحاب عوائل كمصدر رزق، انه يعني احنا يعني انا اغني من الصبح لليل وتعبان وشايف عيوني ايش صاير بيها من السهر يا صباح. صح. وبالاخير بسهوله اعطيني $20,000. اما انا هاي الشتين يعني عانيت ما عانيت يلا لميتين. انا والله العظيم ما اتذكر في اليوم لميت شتين. اقسم لك بالله. صح. لان شنو مصاريف الاهل وايجارك وبيتك وكذا وارتباطاتك وعندك كذا. فيعني الله يكون بعونكم. انت اخوي لما قلت لك تفيدنا وتضرنا. انا هاي التفاصيل يعني كلها هل الضر تفيد في حاله انه المطرب يعني راح يعفيني من هاي $20,000 خليها على قلبي. شايف شلون ثلج وتخليها على قلبك؟ اي والله. شايف هاي الفلوس مال تعب ومال ضيم. أيوة. انطيها هيك بس لازم انت لازم جمهورك يريد منك. جمهور يريد منك الناس لازم تسجل الى اخره الى اخره. فهو وبعدين لو يرضون على الاغنيه لو ما يرضون يعني هي بس هي وياي في حاله شنو استاذ صباح تعرف حضرتك؟ نعم. وياي انه راح يوفر لي هذا المبلغ وضدي انه راح يصير حصريا على هاي المحطه فقط. صحيح. لا انا عندي هاي الامكانيه خاطر اصور هاي الاغاني 3. نعم. انتاجي اني صحيح. على مود اعطيها تفضلي يا فلان محطه فلان محطه على مود هاي الاغنيه. لان مع اعتزاز احترام ما يصير على محطه واحده، لازم الناس تشوف هاي المحطه بس ما تشوف هاي المحطه وتشوف هاي. حلو لما انت توزعها على كل المحطات وكل محطه تبثها. زين محمد، هو في صدد هذا الموضوع يعني كثره الفضائيات هي خدمه الفنان، الفضائيات الغنائيه ام ضده ام شلون يعني؟ بالعكس هي ويا استاذ العزيز. نعم. يعني تذكر احنا في هذيك الفتره ما كان مو في نفس الوقت تبث اغاني زينه ومو زينه يعني. مو هي هنا هذا موضوع اخر. قلت لحضرتك انه المفروض لجان رقابيه نعم. وكذا وهيك. بس هسه الموضوع صار مو لا لجان رقابيه ولا هاي المساله، صارت امور ماديه فقط. صحيح. يعني انسان عندك فلوس قلت لك فلان وفلان غير معروفين ويجوز خلى وصلك مرحله انه حتى مو من داخل الوسط الفني وما له علاقه لا هو ولا خاف تقول اكو فلان ابوه كان فنان او ابوه ممثل او ابوه كذا ما له علاقه. هذا حتى لا ابوه هاي يجوز الرجال ابوه فيتر او رجال ابوه من صح. حاله حال هاي الفئات المجتمع اللي عندنا كذا هيك ما له دخل بالوسط الفني. محمد الرحال الفنان النجم، نشكر حضورك إلى استديوهات قناة المتحدة الفضائية، وإحنا الكاميرا إليك إذا تحب تقول أي كلمة لجمهورك ولناسك ولمحبيك. طبعا شكري وتقديري إلى المحطة الغالية المتحدة، وأشكر كادر المتحدة حقيقة، وأشكر حضرتك والكادر من الألف إلى الياء انه اللي اتاحوا لي هاي الفرصه. لان انا حقيقه تعرف حضرتك انا مدى اطلع باي لقاء تلفزيوني. صحيح. بس حبي لك والمحطه الغاليه المتحده خلاني احضر هاي. فشكري وتقديري الى جمهوري العزيز، وان شاء الله الاغاني الجديده ان شاء الله راح تليق بهم. وشكري وتقديري لحضرتك ومثل ما قلت للمتحده الغاليه.
شكرا شكرا جزيلا. شكرا. أعزائي المشاهدين، شكرا لمتابعتكم هذه الحلقة من برنامجنا هذا مع صباح الجوهر، وشكرا لفناننا النجم المحبوب محمد الرحال لقبوله استضافتنا، وشكرا لكل الكادر اللي موجود، المصورين سيروان كوي ودلشاد عبد الرحمن ومريوان طاهر، والصوت دلاور بابان، وشكرا لمخرجنا المحبوب فرانك جيلبرت. إن شاء الله نلتقيكم في حلقات جديدة. إلى اللقاء.